اوعدك ان انتي بعد الفيديو ده هتبقي استاذة في عمل البسبوسة. النهاردة هنعمل بسبوسة الحلواني باسهل وانجح طريقة. لو البسبوسة بقى بتفشل معاكي جربي الطريقة دي وانا متأكدة ان هي هتنجح معاكي من اول مرة. بسبوسة طرية ومرملة وبتدوب ذوبان. هنعمل البسبوسة كمان بالاكياس الجاهزة. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ متنسوش بقى لايك كتير للفيديو ده وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. هعمل النهاردة بسبوسة الأكياس الجاهزة. هنحتاج كيس بسبوسة أي نوع، أنا بحب أستخدم النوع ده، وزنه بيكون 500 جرام. بسبوسة الأكياس بيبقى فيها جوز هند وسكر، فمش هنضيف لها أي حاجة خالص غير الإضافات اللي هنقول عليها دي. هضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة مش مليانة قوي. نحاول كمان ما نزودش البيكنج باودر عن كده عشان البسبوسة تطلع معانا مظبوطة. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من السمنة السايحة، وافضل حاجة نستخدم سمنة حيواني عشان ناخد منها احلى طعم. السمنة كمان اللي هنستخدمها تكون سمنة سايحة، يعني مش سخنة ولا باردة. وهبدأ ان انا اقلب السمنة مع دقيق السميد كويس جدا. عايزين كل مكان في دقيق السميد يوصله سمنة. نقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لحد ما نوصل للقوام ده، شكلهم كده عامل زي الرملة المندية. دلوقتي بقى هنضيف معلقتين كبار من عسل النحل، ونقدر كمان نستبدلهم بشربات الحلويات التقيل. مفيش بقى لا ده ولا ده، نقدر كمان نستغنى عنهم خالص، بس بصراحة العسل بيدي ترميلة حلوة جدا للبسبوسة. نقلب بقى العسل كويس جدا مع باقي المكونات لغاية ما يختفي تماما. هكمل بس تقليب بايديا عشان اتأكد ان العسل اختلط كويس جدا مع باقي المكونات. ده كده هيكون قوام البسبوسة بعد اضافة عسل النحل. دلوقتي بقى هنضيف نص كوباية من الحليب. الحليب هيكون بحرارة الغرفة. وهبدأ ان انا اقلب البسبوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نقلب من تحت لفوق كده من غير ما نعجن خالص. البسبوسة يا جماعة ما بتتعجنش خالص، لو اتعجنت هتطلع ناشفة ومش هتتشرب الشربات. فلازم نقلب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي من تحت لفوق بالشكل ده. ما نبالغش كمان في التقليب، يدوب بس تقليبتين 3 وخلاص على كده. قوام البسبوسة كمان لازم يكون متماسك بالشكل ده. دلوقتي بقى هنجهز صينية مقاس 28، هندهنها كويس جدا بالسمنة وهنبدأ نحط فيها خليط البسبوسة. نوزع بقى خليط البسبوسة في الصينية كويس جدا بإيدينا بقى أو بالسباتولا، أهم حاجة نخلي شكلها متساوي. بعد كده هندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200. هنحطها في الرف الوسطاني، الفرن يكون شغال من تحت بس. بتاخد في الفرن 25 أو 30 دقيقة بالظبط ونلاقيها استوت. اول ما جوانب البسبوسه بتاخد لون ذهبي بنطفي عليها من تحت وبنولع عليها الشوايه عشان تاخد لون ذهبي من فوق. اثناء بقى ما البسبوسه بتستوي تعالوا نحضر الشربات. البسبوسه بتحتاج شربات يكون خفيف وساخن. هنحتاج كوبايه ونص من السكر، وهنزود عليهم كوبايتين من الميه. هنرفعهم على نار متوسطه لمده 10 دقايق. بعد كده بنطفي النار وبنديلهم ظرف فانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. اول ما نخرج بقى البسبوسه من الفرن وهي لسه سخنه هنسقيها بالشربات الخفيف الساخن. بنلاقي بقى البسبوسه اتشربت الشربات بسرعه جدا، بمعنى كده ان هي ناجحه ومظبوطه 100%. شايفين ما شاء الله بتتشرب الشربات بسرعه جدا. بتاخد معانا كل كميه الشربات اللي عملناها. هنسقي البسبوسه بالشربات وهنغطيها يا اما بصينيه تانية او بورقه فويل، ونسيبها متغطيه لمده 5 دقايق بس. بعد كده هنرفع الغطا من عليها ونسيبها لحد ما تبرد خالص وبعدين نقطعها. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا، اللون بيتكلم عن نفسه. عايزه اقول لكم بقى ان طعمها حلو جدا، مرمله وطريه وبتدوب ذوبان. جربوها بالطريقه دي وانا متاكده ان هي هتعجبكم جدا جدا. لو البسبوسه كمان بتفشل معاكم جربوا الطريقه دي وهتنجح معاكم من اول مره. ولحد هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو ده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.